السلام عليكم، معكم لي صافيغ دو كاري، نقولكم مرحبا بكم لمحبين البقلاوه. جبتها لكم في المول الصغير، يعني راح نمد لكم القياس تاع المول، وشحال تدخل فيه فارينه وشحال تدخل فيه لافارس وحتى العسل. وهذا هو المول اللي هو 35 على 10. ونقطة مهمة جدا، كاين بزاف لي مول كيما هادو ولي ميزور تاعهم ماشي كيف كيف. كاين 33 على 10، كاين 34 على 11. المهم تاعي 35 على 10. راح نعطيكم لي ميزور تاعهم باش تلقاو لي ميزور. ضربوا العرض في الطول، يعني 35 على 10 راكم رايحين تلقاو 350. يعني عندنا 350 غرام تاع فارينة، 350 غرام تاع اللوز ولا كاوكاو، و 350 غرام تاع العسل. هادوك 350 غرام قسمتهم على 4، يعني 4 كيلات تاع الفارينة ورشة تاع الملح، ونخلطهم مع بعض. وباش نبسو العجينة تاعنا نص كيلة، يعني بين الزيت والسمن. لازم السمن تكون باردة هكذا باش ما يجوناش لي غرومو. وفي قلب هذاك السمن انا طونك الكيلة تاعي صغيرة، يعني سنيوة صغيرة، ما حاش ندير حبة ولاد الدجاج كومبليت، يعني راح ندربها وندير نص تاعها برك هكذا، نحطها في قلب هذاك ليدام، وندير قطرات تاع المزهر. توجور هاد المرحله ديروها حتى في الدزيريات ولا قنيدلات باش ما تجيكمش لي غرومو في العجينات تاعكم. ونبدا هكذا نخدم فيها حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. نبدا نزيد في المزهر حتى تتلم لنا العجينه. شوفوا البنات، ردوا بالكم ديروا العجينه يابسه باسكو ما تقدروش تحلوها من بعد. انا درتها طريه بالبزاف هكذا، وما تعجنوهاش بزاف، خليوها هكذايا باش تجيكم فيوتي لداخل. جهد ما طمو برك هكذا كي تريح العجينه رايحه تعطيكم الطوع، يون بليس دو سا تولي لكم ليس. فوالا تحطوها تريح، انا خليتها تبات. وهنا راح نكيل لافارس تاعي اللي هي جوز ولوز. كيما تحبوا ديروا كاوكاو، ديروا واش تحبوا البنات. انايا حبيتها شويه عاليه، ما درتش 350 غرام، زدت شويه، درت حوالي 420 غرام. فوالا درت لها رشه تاع لافاني، وزدت لها مغرفه تاع السمن تكون دايبه وبارده، ونزيد نرشها بالمزهر. يعني وبالك كنت جريتكم في المزهر، رشوا غير بالعقل حتى تتحصلوا على لافاس تكون مزربعه، يعني كيما الكسكسو. ونقطه مهمه تاني جدا، ما ترحيوهش اللوز يكون كونكاسي ولا منغود بزاف، يعني يجي حبيبات كيما الطعام. فوالا هنا بعد ما باتت لي العجينه ليله جبتها ودوك رايحه نخدم بها. شوفوا راح تعطينا الطوع، يعني ما شاء الله، باسكو ريحت بما فيه الكفايه. ونبدا نحلها فوق لو بلون دو طرافاي. بون انا قسمتها على زوج، دوك تشوفوا كيفاش رايحه نديرها. مانيش رايحه نخدم بالماشينه، نخدمها غير بيدي. شوفوا بسطتها فوق لو بلون دو طرافاي ابيبري 2 ملم. شوفوا نحكم لو كوتي تاعي، نقسمها على 3 وما نقيسش الوسط، نخلي الوسط هكذاك مغلوق. شوفوا كيفاش رايحه ندير لا مايزينا في الوسط، ونبدا نقلب هادي فوق هادي ونكمل حتى للتحت. عمليه سهله، كل ما نقلب ندير مايزينا، يعني كميه معتبره. فوالا الفيديو راهو واضح. تأمنوني هي هذه الطريقة ما كاش أسهل منها. ديجا درت معكم بقلاوة كيما هذه تشبالة، مي ماشي بهاد لافاصون تانيك سهلة بزاف. هذيك اللي درتها معكم عام اللي فات، وإن شاء الله استنوني راح ندير معكم تانيك بقلاوة تقليدية، ورايحة نديرها لكم بالماشينة. كاين بزاف قالوا لي ديريها لنا بالماشينة. فوالا ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذه الطريقة بزاف هايلة. شوفوا شحال من طبقة فيها 12 طبقة، الله يبارك. ايماجينيو الطبقات الفوق والتحت 12 طبقة، تجيكم بقلاوة ما شاء الله، وطيب حتى للقلب. يعني نتوما تبعوا برك النصائح اللي راني نمدها لكم. فوالا نكملها ونحطها ترتاح. لازم ترتاح البنات، لو كان ما تريحوهاش ما حاش تعطيكم الطوع باش تقدروا تزيدوا تحلوها بور لا دوزيام فوا. نحطها في تبسي ونرشو بالمايزينا ونغطيها بصاشي، ونزيد نخدم الطبقة الدوزيام. فوالا نزيد نحطها هكذا ونديرو كيما درنا الاولى سوا سوا. فوالا تحلوها ابيبري 2 ملم هكذا، وتقطعوا كيما قطعنا الاولى. لو كوتي اللي من هيه 3 ولو كوتي اللي منا على 3، والوسط تخلوه. يعني
تقدروا تحسبوا تقيسوا بالسنتيمتر باش تجيكم سوا. فوالا نعاود نسجل معكم التصوير هدايا باش تقدروا تشوفوها بالطبع. انا درت لكم التسريع هنايا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، واذا واسيتوها ما تنساوش تبعتوا لي غوتور تاعكم في الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك تاعنا. فوالا نحطها تزيد تريح هكذا، ومن بعد نعاود نولي ليها بعد ما ريحت واحد نص ساعه، نعاود نولي ليها نحلها، نرش عليها شويه مايزينا. شوفوا كي تريح تعطيكم الطعم، غير ديروا عليها الحلاله راح تنحل. فوالا حلوها رقيقه هكذا وتكيلوا في السنيوه تاعكم. صدقوني هاد الكيله يعني كيلنا بالميزان وكيلنا بالكيل هكذاك، وشاطت معايا العجينه قيس ما ندير سنيوه واحده اخرى. شوفوا يعني ما شاء الله، شوفوا شحال شاطت لنا. يعني كي حطيت العجينه وبديت نحطها في السنيوه شاطت لي ما شاء الله. فوالا دهنت المول تاعي بالسمن وراني نحضر فيها هكذا. ويعني كي تكونوا تواسيو فيها خرجوا النفس ما بين العجينه والسنيوه. تقدروا تقبوها حتى بالكوردون ولا. هنا نفرش المكسرات تاوعي. شوفوا كيفاش جاوني ما شاء الله، جاو معسلين حتى للقلب. قدروا هاد العمليه تاع المكسرات ديروها نص ساعه ولا ساعه قبل ما تبداو تخدموا. فوالا فرشتها كامل وبلا كوبات راني ما نضغطش عليه بزاف، غير هكذا جهد ما نستوي لافاس تاعي باش تجيني نيفو واحد. فوالا نحكم لا دوزيام بات نحلها كيما حلينا الاولى. فوالا ونيطاليوها فوق لافاس تاعنا. كما قلت لكم خرجوا الهواء، ما تحطوهاش هكذاك ديريكتومون. كي ديروا اضغطوا في الجوانب وخرجوا الهواء كامل. الا شفتوها منفخه تجيبوا الكوردون وتقبوها. فوالا وكاين بزاف لي مول هادوما راهم يخرجوا العسل ولا الشربات، تقدروا ديروا لهم العجينه ولا الغرس في لي كوتي تاع السنيوه باش هكذاك ما يخرج لكمش العسل. انا عندي هاد المول جهه يقطع كاغي وجهه يقطع مقروطات. انا خيرت مقروطات وانتم خيروا واش تحبوا. وصحاب المشاريع ما ننصحكمش به باسكو المقروطه بزاف صغيره. كما تعرفوا لي كليونط يحبوا حاجه كبيره، الو قطعوها يعني عينكم ميزانكم. فوالا انا بعد ما كيلت انا درتها للدار برك، كيلت وراني نقطع بالموس حتى للتحت. من الاول طراسيت برك بالمول، ودوكا نحكم الموس تاعي ونطراسي حتى للقاع. البنات الا شفتوا الموس تاعكم يخرج لافارس حطوه في السمن تكون سخونه، ويعني دخلوه في السمن وخرجوا هكذا باش تجيكم الحبه شابه. فوالا شوفوا كيفاش قطعتها. هنايا دوبت شويه سمن ووسيت حوالي 4 كاس هكذاك، حطيتها من الفوق باش كي طيب لي مورقه. فوالا بعد ما طابت لنا انا خدات لي نص ساعه في طياب وهي سخونه. نعسلوها والعسل بارده. العسل رايحه تدي لكم كيما وزننا الفارينه 350 غرام، تقدروا تروحوا حتى 400 باسكو لازم البقلاوه تجي معسله حتى للقلب. يعني تقعدوا تعسلوا وتشوفوا تعسوها اسكو راهي معسله ولا لا. فوالا انا كلات ليت حوالي 400 غرام هنا. فوالا شوفوا بعد ما قسمتها جاتني تشهي. شوفوا معسله حتى للقلب. ولا حبيتوا البقلاوه تجيكم معسله وتعطيكم بنه شابه خليوها تبات في العسل تاعها هكذاك راح تعطيكم هذاك التعلاك اللي يجي فيها. فوالا البنات الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم والبارطاج للفيديو هكذا باش يكون اعلى مشاهده ويستفادوا بزاف البنات اللي مساكن يطيحوا في لو بياج ولا يخسروا ديك الخساره ومن بعد ما ينالوش نتيجه مليحه. فوالا شوفوا بعد ما زينتها والتزيين يبقى لكم. انا زينتها تزيين خفيف هكذا برك باش نصور فيديو ونمد لكم يعني نظره شابه عليها. اوترومون نديرها سامبل بحبه لوز نرشقها وصلاه على النبي. ولا حبيتوا كاش وصفه اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي ها راح نلبي لكم كامل الطلبات تاعكم. وماذا بيا هذا الفيديو يكون عجبكم وبارطاجيوه مع احباباتكم. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ونقول لكم بقيتكم سلامه.